مرحبا، كيفكن؟ اليوم الوصفة من عند حماتي وراح تعمل مناقيش بالبيت. أول شي حطينا بالجوت ملعقة خميرة كبيرة، ملعقتين سكر كبار، كباية حليب سائل بس المي تكون مفترة شوي، زائد نص كوب زيت نباتي. هلأ بنخلط المكونات كتير منيح وبعدين بنغطيهم ليرتاحوا تقريبا 10 دقايق ورجعنا لكم. وهون بس تشوفوا الخميرة عملت بلوين بهيدا الشكل يعني الخميرة كتير منيحة. وهلأ بدنا نضيف 5 كبايات طحين منخولين، هيدي العيارات كتير منيحة للمبتدئين بالعجين. وهيك منضيف الطحين شوي شوي ومنعجن. وهون على جنب حضرنا حشوة المناقيش الجبنة. أول شي حطينا جبنة موزاريلا، وفيكم تحطوا أي نوع جبنة انتو بتحبوه. حطينا حبة البركة و5 عروق بقدونس مفرومين صغار وملعقة لبنة. وهلأ رح نضيف بعد شغلة رح يعطي نكهة رهيبة للجبنة، وهالمكون هو الذرة. جربوها ما رح تندموا أبدا. وهلأ نخلطهم كتير منيح. وهون متل ما شايفين قطعت العجين وريحتهم 10 دقايق وغطيتهم بالنايلون وشقفة نضيفة. وهون متل ما شايفين بلشت ترق العجينة بهيدا الشكل. ورجعنا لكم، نحن هون ما رح نستعمل الفرن، رح نستعمل مقلاية كبديل عن الفرن وبيطلع نفس الشي. وهلأ بحمل مقلاية كتير منيح، بعدين بنوص النار، وبعدين بحط العجينة وبعملها بهيدا الشكل كرمال ما بدي اياها تنفخ، وبنطر عليها شوي لتحمر من تحت. وهلأ بقلب العجينة ومنضيف الجبنة وبوزعها بهيدا الشكل كرمال تكون معباية الجبنة. وهلأ بكبسن على العجينة شوي وبنطرها تتحمر من تحت. وهون متل ما شايفين رح نعمل منقوشة الزعتر. من بعد ما قلبتها حطيت الزعتر وشوية زيت زيتون، هيك أحسن من إنه ندوب الزعتر مع الزيت، لأن ساعتها بيطلع فيها الزيت كتير وبتطلع المنقوشة كلها مزيتة. فهيدي الطريقة أحسن، بنصحكم تجربوها. وهيدي هي النتيجة، أحلى منقوشة جبنة بالبيت. شوفوا كيف الجبنة طالعة معي، شوفوا كيف المنقوشة زابطة بدون فرن. جربوها ما رح تندموا. ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب للصفحة عشان يوصلكم كل جديد.